فيه موقف، هذا طال عمرك الموقف، أنا والله إني ما أدري أنا سبقا سولفته ولا ما سولفته، لكن إن شاء الله حتى لو سولفناه. يقول إن فيه رجل طبعا من البادية، صاحب حلال وخطب له، ما راح طبعا، هي زوجته الأولى، وخطبها وزوجوها أهلها، والرجل أهل البنت رجيلا فيهم تميز في استقبال ضيوفهم، وفي الذبيحة للضيف، وتعرف أهلها، وراحت عند زوجها الرجال هذا، وزوجها يختلف عن سيرة أهلها، عن أبوها وأخوانها، في اختلاف، الناس يختلفون عن بعض ويختلفون، نعم البيئات تختلف. في يوم جاء يوم من الأيام وهم فيها كالخلا، فيها كالشعيب، عند حلالهم، هو عنده حلال ومشغول من حلاله. قبل الظهر قول يا والله ان جيت الضيوف هاك الايام ما هم على سيارات، هم رجل ولا على المطايا ولا والله اهل الهجن. اهل الهجن دائم بعيدين مسافه، زي ما تقول طراقي مسافرين. الهجن 15 ذلول، كل 15 رجال، ما لقوا قدامهم الا اهل هم يهزعون عليه. قرب وقت المقيال، وقت الله يوم هزعوا عليه ويترحب بهم، وهم يقلطون، ويجيب لهم الحطب تحطه عندهم، ويجيب لهم الماء، الى ما في امكانيات ما موجود متوفر في المس، لكن الدلال والمعاميل القهوه عندهم في صندوق مخصصه. بس جابت لهم الماء وجابت لهم الحطب، وقالت واحده منكم يصلح قهوتكم، وذرع اصغر القوم وقعد يخدم خوياه، حط القهوه ويحمس. راحت هي وشافت 15 رجال، وبالعقل 15 رجال وش يغديهم في البيت، يعني لابد ما في خيار عن الذبيحه. فراحت وترى هذه بعد معلومه، يعني ان كرام الضيف من المتيسر من الموجود، ولكن كان مول الناس يوم سنه الذبيحه طبعا ابونا ابراهيم عليه السلام هو منول من سبق لضيوف هالملائكه اللي راح جاب لهم العجل، ويوم سنه الذبيحه في عوايد العرب ما في شيء يقدمونه في البيت يكفي الضيوف، ولا في ثلاجات ولا في شيء، فينجبر يجيب من حلاله ويذبح علشان يسويه ويقدم لهم. فكانت سنه الحين الذبيحه ودرجه الذبيحه ان يجيك واحد ان كان يذبح به. لو انه في وقتنا اليوم ما احتاجوا ترى يذبحون، اللي جايب له الثلاجه ذبيحه وباقي منها نصها، ولا باقي بامكانه يغدي ضيفه منها ويغدي ضيوفه، يعني الذبيحه توكل ذاك الوقت. بس انا هاي توكل من القلب، العرب كلها تاكل. اي الشاهد وشنو هو اللي سنه الذبيحه من قله الزاد، فلا بد من الذبيحه تذكف الحال وتطبخ وتقدم للضيوف. صحيح. يعني هذه المعلومه اللي يدرج عليها العاده العالم مشت عليها. وقامت البنت وراحت المراه، راحت للبهم. البهم طبعا عند البدو ما هو بيصرح مع الحلال، يعني اصغر من اللي يصرح مع الحلال، ودائما متواجد عند البيت، وبعضهم يربيه علشان جلب وعشان يباع منه شيء، وعلشان راحت وجبت لها خروف وقربته للبيت وذكته، وجات بسكينها للرياجيل وقالت واحده منكم يسنى غداكم. خلتهم علشان ما يتعذرون. بعض الرياجيل يمكن يقول هذه مرة ولا في رجال، ولا يكفينا ننتي قهوه ولا ناكل ميسور ولا شيء، ما نحن لو جابتها تقود الذبيحه قدامهم يمكن قالوا لا يا مره احنا بنمشي. فاجتهم تشيل سكينها منتهي الوضع. قالت واحده منكم يقوم يسنع. قام واحده منهم يذرع، وطبعا اللي من اول يشتغلون الاصغر في العمر، الحين اصغرهم كان يسوي القهوه، اللي بعده في العمر قام على، وقام الرجال صلح هو صلح، انجز الطلي وقطعه ويركبت القدر وحطوه. يوم الغداء عده خلص، ولا الرجال جاي ولا والله الضيوف في البيت، هو يمر على البيت، يمر يا والله هنا القدر الكبير، وهذا الدليل على الرجال انه ما هو بردي، يعني ادواته موجوده
وحسيه الطبخ وحسيه يا سلام. الهواء، صح. يعني تجذب الانتباه ان الرجال كويس. لكن شاف التصرف من المراه ما عجبه. يوم كشف القدر يا والله في خروف. قال من هم ضيوفنا؟ قالت ما اعرفهم. كانت فيه عوايد الذبيحه ما تذبح الا اما عانية لك معروف مثلا، يعني قريب لك، او الشيخ عرب، اول شيء. الباقيين يقدمون لهم الميسور اذا كان فيه ميسور. يا سلام. طبعا هذا عندهم رز وعندهم حليب وعندهم سمن، وهذه كرامه بحد ذاتها اللي قدموها فالوقت هذا للرجال فيه. ما هو يناقض كلامي اللي قبل شوي، ما في رز يكفي ولا في سمن، اللي انا اقول والله عشان ينجبروا ذبح الذبيحه. ايه يعني. فقال منهم؟ قالت والله ما اعرفهم. قال طيب لما عرفتيهم لما حطيت لهم رز وحطيتي عليه لبن وحطيتي عليه السمن ويكفي سمنها انسى منها. واللي الرجال غضبان عليها زعل، شافت الزعل في وجهه قالت يا ولد غدى ضيوفك وبعدين الله. قام الرجال ودخلوا رحب بضيوفه، خلص الغداء وقلط ضيوفه هذا وغداهم وتغدوا عمرك واستانسوا عنده وكرموا الضيوف مع العصر ولا حول العصر ولا قبل العصر. هو في خاطر الشيء ويبي يعطيها درس. المرأة توها جاية عنده والعود على وراكزت يقولون، وهذا اول خطأ في ينظره انها ارتكبته وذبحت لها ذبيحه بدون علمه وبدون اذنه وتصرفت بدون اشياء كثيره. ويوم انها بس طعمك الرجل ركبوا ومشوا وشافهم هذيك ركايبهم ويسحب الخيزران. قال من قال لك تذبحين طلي؟ تذبحين خروف. طبعا صاحت من خبطة الخيزرانة. لا يقول تذبحين خروف. اثر فيه اثنين من هالركم التأخرين يشدون على مطاياهم، يشدون على شدة ويضبطون أغراضهم. ما كذب يسمعون طعمرك يوم خبطها بالخيزرانة ويقول تذبحين لهم خروف، تذبحين لهم طلي. ليه تذبحين طلي؟ سمعوا الكلام قالوا يا ولد يوم صوتوا. يحبونها يقدرونها لأنها أكرمتهم لأنها طيبة. كل اللي شافوه منها يجمل. قال يا ولد يا شين والله ما تستاهل من يطقها، والله ما تنطق نشمية والله ما تنطق. أثرهم يسمعون ما يبي هو هذا انهم يسمعون فهم يدرون. يقول يا والله يوم انغث، يوم شاف تنغث وهي تطلع وهي تبين لهم. قالت الا انا استاهل الطق. يقول 15 رجال وتذبحين لهم طلي واحد، لما ذبحت لهم اثنين. يا سلام. ليه تذبحين لهم طلي واحد؟ هم يقول طلي تذبحين خروف تذبحين طلي. يقول لما ذبحت اثنين لهم. قال والله يجود عليك ويكثر خيرك ويبارك لك في حالكم، والله غدانا ومن ورانا هم يقعدوا يتشكرون منه. شلون يحسبون الطاقها اوهمتهم انها عشان طلي يقول لما ذبحت اثنين ما هو بواحد. استرت وجهه الله. راحت الامور ومشت والرجال عاد عرفوها الضيوف عرفوه منه. يوم انهم جالسين وياه تعرفوا هم وياه. وراحت السنين وبعد عدة سنين انتقل هو في ديرة، طلعت ديرة الرجال اللي جوه ضيوف. يوم نزل في ديارهم لا يجيهم الخبر. قالوا يا الربع تذكرون معذبنا اللي طق زوجته يوم ذبحت لنا خروف واحد؟ قالوا عنه جاء في المكان الفلاني. ترى كرامته من ذبيحتين، لا تقدموا لها الذبيحه يحسبون الطاقها. منهجه هو ذبيحتين. منهجه هو ذبيحتين. ايوه قالوا لا جاء ترى كرامته عندكم من ذبيحتين دوريه نقوم له. كم من ذبيحتين ما من ذبيحه واحده. هذا طق مرته يوم ذبحت لنا ذبيحتين واحده. فكرامته عندهم صارت لزينته فيها الاول والاخير. وهذه من طيب زوجته طيبه نشميه. نشميه رقعت الموقف واسترته وجمد. يا زين بعض المواقف. ويا زين الحريم اللي تحرص على بيت زوجها وتحرص انه ما يخرج من بيتها الا كل ما يعني يحمل العبير. والله يا خصوصا عند اهلها ابو عبد المحسن. والله اذا جيت عند اهلها وقالت لابوها لا انا بخير ومبسوطه ونست الدنيا كلها. والله العظيم اني سمعت السوالف كثيره لا واحده ولا ثنتين ولا ثلاث ولا اربع. يقولون رياجي وتصادف وتشابه السوالف وشيء طبيعي ولا سر البيوت لها اسرارها. يقول الرجل اني طقيت زوجتي، عندي غضبت عليها واني طقيتها واني ضربتها والظاهر اني دميت بعد فيها من زعل صار. يقول وعلى قفايتها من عندي وقفايتي عنها الجرس يدق.
قال يوم فتحت قال والله انه ابوها. قال لي اكبر مصيبه علي جاي زاير، وانا يعني ما الله جابه غير في هالموقف اللي اسوء الحالات انا فيه. يقول والله انا ضايقت بالوسيعه، ما ودني شفتها كل يوم، توي طق ببنته وهي توي قالط، يلا حيهم وانا من لخم ما. يقول اقلطهم، يقول بس هي درت ان اهلها وانا عرفت صوت ابوها وعرفت صوتك انا. قالوا يتلف على هذا، قالوا قالوا شوي طال عمرك، قالوا لها هي تدهر ولا هي ما تسن، صار شيء بينه وبينها وتزين قوتها وتزين مكانها، ويجون اهلها ويستانسون ويروحون، ما دروا ان صار بينهم شيء ابد. فيه نوعيه، فيه ترى فيه ما تخلق، وما زالوا موجودين ما في الله. وعلى ما قال بناتنا فيهم بركه. اي والله والله فيهم بركه، ونسائنا فيهم بركه، بل كلهن بركه. اي والله ان كلهن بركه، انا اشهد الله لا يخلينا منهن. وش حنا بلياهن؟ ما احنا شيء. صحيح. ايوه كيف؟ شيخ علي شقائق الرجال لو كل حالك كلام جميل.